ريفيو النهاردة عن جبنة ريماس لاند اللي سألتوني عليها في الجروب. هنتكلم عن طعمها ومكوناتها وحجمها وكمان سعرها. لو أول مرة تشوفي فيديو ليا حط قلب في الكومنتات علشان أعرفك، وكمان تابعي البيج وتابعي قناة اليوتيوب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل ريفيو جديد بنزله. انتوا عارفين ان انا أول مرة أجرب منتج من منتجات ريماس لاند، وفي الحقيقة مش هتبقى آخر مرة. كان نفسي اوريكم طبعا العلبه وهي مليانه، بس من حلاوتها خلصت بسرعه. لما نزلت بوست في الجروب عن احلى سحور واخف سحور سندوتش جبنه وكوبايه لبن، كلكم سالتوني عن الجبنه. العلبه الزرقاء دي سبريد طبيعي بطعم الجبنه النستو، وفعلا طعمها وريحتها تحفه. القوام بتاعها مش تقيل قوي ولا خفيف قوي، القوام بتاعها متوسط، بس كفايه ان ريحه النستو قويه فيها والطعم متعزز قوي. طبعا كلكم عارفين طعم الجبنه النستو، الطعم ده مختلف تماما عن الطعم اللي بيبقى موجود في الجبنه النستون اللي موجوده في الجرادل الصغيره الشفافه. بيبقى مكتوب عليها بطعم الرومي او بطعم الشيدر او بطعم النستون، ايا كان اسم الشركات ايه اللي هي بتصنع الجبن اللي في الجرادل الصغيره الشفافه. وبما اني جربت ده وجربت ده، فاقدر اقول لكم ان جبنه ريماس لاند بطعم الجبنه النستون في حته تانية خالص. انا اصلا كنت بجرب، يعني انا من الناس اللي بتحب تجرب. صعب ان انا استمر على حاجه فتره طويله الا لو هي فعلا ممتازه وان هي تستحق. وده مش تطبيل يا جماعه، اقسم بالله ما يعرفوني ولا اعرفهم ولا ده اعلان خالص. انتوا عارفين ان لما بجرب حاجه وتطلع وحشه ايا كان اسم الشركه ايه، بطلع اقول هي وحشه وما تجيبوهاش. ندخل بقى على المكونات اللي هي عباره عن حليب بقري طبيعي مبستر كامل الدسم، مش عارفه فيه خالي الدسم ولا لا، بس ده اللي لقيتها في الهايبر فجبتها، بالاضافه لزبده طبيعي بقري وملح طعام ولبن مجفف، وكمان خليط من الاجبان الطريه والجافه. كمان طلعت انتاج مصري 100%. بفرح جدا لما بلاقي حاجه تحفه وحلوه كده وتكون كمان انتاج مصري. طيب خليني اكلمكم بقى عن الجبنه اللي بالبيف المدخن. بالنسبه لي تحفه جدا، هحاول اوصل لكم الطعم عامل ازاي. تميل طبعا شويه للجبنه النستون، لكن مضاف ليها اضافات اخرى، يعني تحس ان هي فيها قطع صغيره كده. لما قرات اللي عليها بصراحه لقيت مكتوب عليها لحم بقري مدخن، انا كنت فاكره القطع الصغيره دي قطع لانشون مثلا مدخن او لانشون بيف. عارفين طعم اللانشون البيف غير طعم اللانشون اللي هو بيبقى مثلا حلواني او لانشون عادي، لا اللانشون البيف بيبقى ليه ريحه معينه، واللانشون كمان المدخن بيبقى ليه ريحه معينه. اللي بيحبوا بقى يعملوا سندوتشات ميكس مثلا رومي وشيدر، مثلا نستون ولانشون او لانشون على رومي، هيعرفوا طعم الجبنه دي بتودي على فين. الميكس اللي موجود في العلبه دي متركب تركيبه محترفه. المكونات هي نفس المكونات بالظبط، حتى اللبن كامل الدسم، لكن متضاف ليها لحم بقري اللي هو المفروض القطعة الصغنطوطة دي، بس انا شايفة ان هي ممكن تكون لانشون مدخن او لانشون بيف مدخن. ممكن يكون لانشون بيف مدخن متقطع صغير جدا، نونو نونو كده، ما تحسيش بيها في بقك وانت بتاكلي، هي شكل وطعم. او ممكن تكون فعلا زي ما هم كاتبين ان هي قطع لحم بقري مدخن، الله اعلم. العيب الوحيد اللي بالنسبه لي اللي موجود في جبنه ريماس لاند هو ان حجم العلبه صغير جدا، يعني هي قعدت معانا اسبوع. واحده سعرها 70 جنيه اللي هي بطعم الجبنه النستو، واللي بطعم البيف المدخن ب 80 جنيه. لاني حبيتها فهجرب حاجات تانية من ريماس لاند، وممكن تكون نفس الجبنه السبريد بس اطعمه مختلفه. انا شايفه ان هي غاليه على حجمها الصغير ده، بس بجد الغالي ثمنه فيه، فممكن تخليها للولاد للمدارس، حاجات خفيفه كده. كمان مش مكتوب على العبوه الحجم بتاعها، بس دي حجمها صغير، يعني يكفي مثلا 6 معالق كبار. عارفين المعالق الكبيره اللي هي بتاعه الرز اللي انت بتاكلي بيها الرز، تقريبا 5-6 معالق من المعالق دي بس، يعني ممكن تعمل معاكي العلبه 6 سندوتشات. خلص ريفيو النهارده، ويا رب اكون افدتكم. ما تنسيش تسيبي كومنت تحت الفيديو بتقولي لي بتتابعيني منين، ونتقابل في فيديو جديد وريفيو جديد ان شاء الله. باي باي.